فيلم النهاردة بيبتدي معانا ببنت جميلة واللي اسمها بدرو، اللي بتكون واقفة مستنية حبيبها بس بيتأخر عليها وبيفوتها ميعاد الفيلم، فبتزعل منه جدا وبتسيبه وبتمشي. بس حبيبها بيفاجئها وبيقولها انه اخيرا لقى وظيفة حكومية وهيتجوزها، وهنا بدرو بتفرح جدا وبتقرر تسامحه. وفعلا بتتجوز بدرو حبيبها حمزة اللي بيكون مدمن على الكحول. وبدرو ما كانتش شاطرة في الطبخ، وهو مش بيعجبه أكلها اللي بيكون متضايق جدا بسبب أكلها، اللي بيقرر يوم يتعصب عليها ويضربها بسبب أكلها. بس تاني يوم لما بيفوق من الحالة اللي كان فيها بيحاول يصالحها. بس بدرو كانت بتحب حمزة جدا وبتقرر تصالحه. وبعد كده بتطلب من جوزها انه يروح يقابل مطور البناء المسؤول عن الحي اللي هم ساكنين فيه. بيقول لها حمزة انه هيقابله، وبعد كده بيروح على شغله وبتنزل بدرو تروح عند والدتها. وبيبان على بدرو انها متغيرة، فبتعرف امها ان جوزها ضربها، وبتعرف كمان انه بسبب الطبخ. فبتحاول امها انها تعلمها الطبخ عشان ما يحصلش بينهم مشاكل تاني. وكمان بتنصحها ان لازم يبطل الكحول لان ده اللي بيخليه يكون في الحالة دي ويتعامل معاها بالطريقة دي. وفجأة بدرو بيجي في دماغها فكرة، وبعد كده مامتها بتروح تشتري خلاط من جارهم زلفي اللي بيكون معجب ببنتها، وبتستغل الإعجاب ده في إنها تشتري منه خلاط بسعر رخيص. وبعد كده بتقرر بدرو تاخد والدتها وينزلوا علشان ينفذوا الفكرة اللي جات لها. بتروح والدتها تشتري هي الأكل، بس بدرو مش بتروح معاها وبتدخل صيدلية علشان تشتري دواء يوقف إدمان الكحول، وده طبعا عشان تحطه لجوزها في الأكل، وبكده يكون جوزها بطل شرب. بعد كده بنشوف حمزة وهو راجع من شغله وبيروح يقابل صحابه اللي منهم شخص شغال في نفس الصيدلية، وبيقوله ان مراتك اشترت دواء علشان تبطل الكحول. فبيتضايق جدا، ولما بيرجع بيلاقي بدرو مجهزة الاكل، بس مش بيقولها انه عرف، لكن بيطلب منها انها تاكل معاه، فبتقوله انها مش جعانة. وهنا طبعا بيتأكد انها فعلا حطت له الدواء في الاكل، وطبعا بيضربها كالعادة. وبعدها برضه بيحاول يصالحها لكنها المرة دي بترفض، وبيدخلوا يناموا. تاني يوم بتكلم مامتها في التليفون اللي بتسألها عملت ايه، فبتحكي لها اللي حصل وانه ضربها تاني. فامها بتقول لها انها تقتله وتخلص منه لانه هيضربها كل يوم. بس بدرو مش بتهتم بكلام امها وبتفكر في حل تاني خالص. بتروح تشتري فستان جديد وبتروح للكوافير وبتستنى جوزها يرجع من شغله. بعد كده الباب بيخبط فبتجري علشان تفتح، بس بتلاقي انه مش جوزها وانه جارها اللي جاي يقول لها انه مطور البناء وصل ومستني جوزها، بس جوزها بيكون في الشغل. فبتغير الفستان وبتنزل هي تقابله، اللي بتلاقيه مجمع كل سكان الحي اللي كلهم موافقين على كلامه ومش فاضل غير موافقة بدرو. بس هي بتقول ان جوزها هو اللي هيقرر. وفي نفس الوقت حمزة بيكون وصل، وهي بتخاف لما بتشوفها لانها نزلت من غير ما تقوله. ولما بيوصلوا البيت بيعرفها انه قال لها انه هيتكلم معاه، فما كانش مفروض انها تنزل. وبيشك فيها اكتر لما بيشوف الجزمة الجديدة اللي هي اشترتها، وهي بتحاول تقنعه انها اشترتها علشانه لكن مش بيصدق. وبتتعور في ايديها المرة دي، وطبعا جوزها وكالعادة تاني يوم بيحاول يصالحها لكنها بترفض تصالحه وبتسيبه وبتدخل اوضتها. وبعد ما بيمشي بتكون متعصبة جدا وبتدخل المطبخ وبتكسر الاطباق. بعد كده بيدخل عليها زلفي جارهم علشان يقول لها ان والدتها عاوزاها ويطمن عليها، وبيشوف كمان ان ايديها متعورة بس هي بتطرده. بعد كده بتنزل هي والدتها علشان يشتروا حاجات للبيت، وبتقول لها انها بدأت فعلا تفكر تموت جوزها بجد. وفجأة بيتصل بيهم ظابط وبيقول لهم لازم يروحوا القسم، فبيخافوا وبيفتكروا ان حد سمعهم وهم بيتكلموا. بس لما بيروحوا القسم بيكتشفوا ان زلفي بلغ عن جوزها علشان بيضربها، وطبعا بيقولوا ان كلامه صح وفعلا بيضربها. فالظابط بيستدعي جوزها وبيقول لها انها ممكن ترفع عليه قضية وتسجنه 3 سنين بتهمة الاعتداء. وطبعا هي بتوافق، بس قبل ما ياخدوه للحبس بتطلب من الظابط انها تودعه قبل ما يتحبس. فبتدخل عليه بدرو بتلاقيه حزين وبيقول لها انه مش مستعد يتحبس، وبيعتذر لها وبيقول لها انه هيخرج من السجن وهو مبطل الكحول وانه هيتغير. وطبعا بيصعب عليها جدا وبتقول له وعدني انك هتتغير. بيوعدها فعلا وبتقرر تتنازل عن المحضر. وطبعا امها بتكون معترضه لكنها بتصمم، فبتخرج والدتها وراها وبتقول لها ان بيكذب وانه مش هيتغير. لكن بدرو بتقول لها ان حمزه مش زي ابوها اللي ما كانش بيحب والدتها، لكن حمزه بيحبها. وطبعا والدتها بتتصدم من كلامها، وبيجي حمزه علشان يروحوا. وهم في الطريق حمزه بيسالها عن مين الشخص اللي بلغ عنه، اللي بيكون فاكر انها والدتها لكن هي بتقول له مش هي. وفي الوقت ده بتتعصب والدتها جدا وبتقول له ان اللي بيضرب ست بيكون شخص جبان، فبيتعصب وبيضرب والدتها اللي بتنزل من العربيه. وبتنزل وراها بدرو بتحاول تهديها لكنها بتكون رافضه تتكلم معاها وبتخيرها بينها وبين جوزها. وبتكون بدرو في حيره مش عارفه تعمل ايه، فبتمشي والدتها وبتحس انها اختارت جوزها. وبعدها بتحاول بدرو تتصل بوالدتها علشان تصالحها لكنها بترفض
بترفض ومش بترد عليها. بيعدي شهر وبيكون حمزة في شغله، وفجأة بيتعب وبيحس بوجع في بطنه وبيروح بسرعة المستشفى، وهناك بيعرف ان التعب ده بسبب الكحول وانه لو ما بطلش ممكن يموت. بيرجع للبيت وبيلاقي مراته عامله له مفاجأة، وبيكون سبب المفاجأة انها حامل، وبيفرح جدا وبيوعدها انها هيتغير من اليوم ده وهيبطل شرب. تاني يوم بتقرر تروح بدر لوالدتها عشان تقول لها انها حامل، وبيكون مع والدتها جارهم زلفي اللي بيساعدها في شغلها. وبعد ما بتعرف والدتها انها حامل بتفرح جدا وبتنسى زعلهم. وبعد كده بيدخل حمزة علشان يعتذر لوالدتها، ومن اليوم ده فعلا حمزة بيبدأ يتغير وبيهتم بزوجته وبيبطل شرب. وفي يوم حمزة بيكتشف ان زلفي هو اللي بلغ عنه لما كان بيضرب بدره، وكمان بيعرف ان زوجته كانت مخبية عليه، فبيتصل زلفي بيها عشان يحذرها ويقول لها ان حمزة اكتشف. وبعدين بيوصل حمزة وبيمسك تليفونها وبيعرف ان زلفي كلمها وبيبدأ يشك فيها، وهي لما عرفت انه اكتشف بتخاف منه وبتدخل اوضتها وبتقفل على نفسها الباب. وبعد كده بتخرج وبتحاول تفهمه ان فاهم غلط، لكن حمزة مش بيصدق وبيضربها وبيسألها الطفل ده ابني ولا لأ، فبتستغرب بدر وبتقوله انها مظلومة، لكن هو مش بيصدق وبيطردها من البيت وبتقع من على السلم. وفي الجانب التاني بتكون الشرطة شكت في اختفاء حمزة، ولما بدر ووالدتها بيعرفوا بيروحوا هما الأول للشرطة وبيبلغوا عن تغيب جوزها وإنهم قلقانين عليه، لكن أقوالهم ما كانتش شبه بعض، فبيشك فيهم الضابط وبيروح يفتش شقتهم. وفي نفس الوقت بيكون زلفي مع حمزة في البيت وبيحاول يقنع زلفي إن يفكه وإنه هيبعد عن البيت ومش هيرجع تاني، فزلفي بيصدق وبيسيبه يمشي. وبيوصل البوليس بيلاقي البيت فاضي، بس الضابط بيكون شاكك فيهم خاصة زلفي، وبيقولوا انه خطف حمزة بسبب حب لزوجته. فبيرد زلفي بيقول له انه فعلا بيحبها، لكن مش بيحب بدر وبيحب والدتها. وبيكون الكل في حالة صدمة، بس بتكون دي الحقيقة فعلا. وبيقتنع الضابط بكلامه، وبتيجي للضابط مكالمة ان حمزة موجود في القسم، فبياخدهم معاه وبيمشي. وطبعا هناك بيكون حمزة لسه تحت تأثير المخدر وكلامه مش مفهوم، وبتستغل بدر ده وبتمثل على الضابط ان جوزها سكران، وبياخدوا حمزة وبيمشوا. وهما في الطريق بيعرف حمزة ان زلفي بيحب والدتها وانه كان ظالمها، ولما بيوصلوا البيت بيقرروا انه لازم يقتلوه علشان يخلصوا منه، لانه ممكن يبلغ عنهم، وبيشربوه خمرة غصب عنه عشان يرموه من البلكون ويبان انه كان سكران ووقع. وفي اخر لحظة هما بيرموه بيحاول يقنعهم ان المرة دي هيسافر بجد ومش هيرجع تاني، فبتصدقوا بدره بشرط انها تصوره وهو بيقول الكلام ده، فبيوافق. ولما بيخلص بيقوم علشان يمشي، لكن بنتفاجئ ان والدتها بتخبطه على راسه وان دي خطة هم متفقين عليها وانهم فعلا هيقتلوه. وبياخدوه عند السكة الحديد وبيربطوه فيها وبيستنوا القطر علشان يخبطه ويموت. بس لما القطر بيقرب بتتراجع بدره علشان مش عاوزة انها تكون شخص سيء زيه، وبتنقذه فعلا على اخر لحظة. وبيشكرها حمزة وبيقولها انه اسف، وطلب منها انها تسامحه، لكنها بترفض وبتقوله انه يسافر ويبعد عنها. لكن حمزة بيتعصب من كلامها جدا، وفي نفس الوقت بيظهر قطر تاني وبيخبط حمزة، وبكده بيكون حمزة مات من غير ما حد يقتله. ولما الشرطة بتحقق في القضية بيعرفوا انها قضية انتحار، وبعدها بتعيش بدر ومعه زلفي في سلام، وبيخلص فيلمنا لحد هنا.